عظم عليه السلام وقال له: كيف أنت يا عافاك الله؟ قال له الحسين: السلام قبل الكلام عافاك الله. تعجينا لفرج مولانا وقبولا لمجلسنا وطيب المجلس بذكر محمد وآل محمد. كل الشعوب والدول والأماكن الدوائر لكل منهم له تحية خاصة. مثلا البعض عندهم تحيتهم مرحبا، البعض التحية مالتهم مثلا تحية السلام، مثلا تحية السلام اللي هو تحية الإسلام. بعد منهم مثلا في الجيش مثلا الشرطة لهم تحية خاصة. في كل مكان وفي كل دائرة لها تحية خاصة. والإسلام كذلك عنده تحية خاصة، وهذه تحية الإسلام تدل على السلام، بمعنى حينما تقول السلام عليك يعني أيها الإنسان أنت تسلم مني من الغيبة، من النميمة، من الأذى، من كل شيء. بمعنى أنا أقول لك أنا وياك بيناتنا أنا وياك فقط سلام، يعني تسلم من كل شيء. فهذه هي التحية، وهذا هو معناه التحية. لذلك أهمية السلام في الشريعة المقدسة يعني أهميتها بحيث أن القرآن أو أن الروايات الواردة بحيث أنها أثناء الصلاة الإنسان حينما يصلي الصلاة الواجبة يجب عليه أن يرد السلام. الناس يصلون وهذه الصلاة حتى وإن كانت الواجبة يصلون الصلاة الواجبة، فحينما يدخل أحد من الناس ويقول السلام عليكم واجب على المصلين أن يردوا عليه السلام، وهذا الواجب هو واجب كفائي، بمعنى إذا قام به أحد الأشخاص سقط عن الآخرين. ولكن كيف يرد مثل ما قال السلام عليكم ترد عليه السلام عليكم، قال سلام عليكم ترد عليه نفس الجواب السلام عليكم. ولكن لو كان هناك شخص جالس والبقية يصلون والشخص الجالس هو الذي رد السلام سقط عن المصلين. المصلي بعد ما مواجب عليه يرد السلام، ولكن إذا لم يرد السلام ذلك الجالس والمصلين لم يرد السلام يؤثم. شوف أهمية السلام في الشريعة المقدسة. فشاهد الحديث وإن كان يكره للإنسان حينما يدخل إلى المسجد، إلى الحسينية مثلا، إلى أماكن العامة التي يصلى فيها، وإن كان يكره للإنسان أن يسلم على المصلين، مكروه، لأنه بعض الأحيان ربما يحصل إثم هذا الإنسان المصلي. ليش؟ لأنه ما يدري أنه شلون يجاوب، أو لربما تبطل صلاته من خلال رده على السلام. مثلا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باعتبار يزيد على هذا السلام بعد، وباعتبار مخالف إليه، فتكون عنده مشكلة من وراء من؟ من وراء الشخص الذي يدخل. فالإنسان حينما يريد أن يدخل إلى هذه الأماكن عليه أن يتريث، يدخل ينظر، مو رأسا حينما يدخل يقول السلام عليكم، لا، ينتظر. بالأخص أوقات الصلاة، أوقات الصلاة مهمة، يعني أنه الإنسان يدخل رأسا بعد ما حاط رجله بالمسجد وقال السلام عليكم صوت عالي. فشاهد الحديث أنه يكره للإنسان أن يصلي أو أن يسلم على المصلين. نعم، تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكن متى بدأت هذه التحية؟ متى وجدت؟ هل وجدت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، أم في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أم في زمن الأنبياء السابقين؟ أولا السلام
الجواب: السلام بدأ منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى أبونا آدم. يقول حينما خلقه النبي صلى الله عليه وآله، يقول حينما خلق أبونا آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، الله تعالى أوحى إلى الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر. فشاهد الحديث بعد السجود الله تعالى أوحى إلى آدم: يا آدم سلم على الملائكة، سلم تحية الإسلام. فيقول الله تعالى أو النبي يقول أن آدم قال للملائكة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والملائكة قالوا: وعليك السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله تعالى أوحى إلى نبي الله آدم قال: هذه تحية الإسلام، هذه التحية التي بينكم. ولذلك أهمية هذه التحية أنه واجب على الإنسان يرد. فلذلك مثلا نشوف مع الأسف الكثير من الناس لا يلتفت إلى هذه القضية. تتعدى عليه تقول له السلام عليكم، يقول لك مرحبا. أولا يؤثم هذا الإنسان، مأثوم. ليش؟ لأنه واجب عليه أن يرد السلام. يقول لك مرحبا أو يقول لك هلا بيك، لا أبدا، هذه مو تحية الإسلام. وإنما السلام حينما يقول الإنسان السلام عليكم، الواجب عليك أن ترد السلام. يعني الواجب بمعنى أصبح مثل وجوب الصلاة، يعني أنه حينما يؤثم الإنسان. ولذلك ترى وردت رواية عن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، يقول: السلام ورد السلام له 70 حسنة، 70 حسنة، واحدة للمسلم، حسنة واحدة للمسلم، بعد 69 حسنة للراد السلام. حينما يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه 69 حسنة يحصل. وإذا به يدفع هذه الحسنات، وإذا به لا يرد تحية الإسلام التي جاءت في القرآن الكريم: وإذا حييتم بتحية فحيوا. الله سبحانه وتعالى يقول: حيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب، فإذا هذا القرآن. شاهد الحديث الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، حينما دخل عليه هذا الرجل، دخل وقال: كيف أنت عافاك الله. الإمام رد عليه بأسلوب حسن، بأسلوب لطيف. يقول إنه حينما تريد أن تنصح شخص عليك أن تنصحه يعني سرا، من نصح أخاه سرا فقد زان. فإذا أنه النصيحة تكون في السر، مو البعض. شوف البعض إذا يخطأ قدامك واحد ينهالون عليه أمام الناس، بحيث أنه يعني كأنما يريد أن يسقط كرامة هذا الإنسان. بالفعل البعض يخجل أمام الناس. انصح الإنسان، انصح الآخرين نصيحة سرا. فيقول الإمام الحسين قال حينما قال: كيف أنت عافاك الله، الإمام الحسين قال: السلام قبل الكلام عافاك الله. شوف الأسلوب، ما قال أولا مفروض تبدأ بالسلام، لا، وإنما الرد هذا رد لطيف. يريد يعلمنا الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه: أيها الناس، حينما يخطأ أمامكم أحد من الناس عليكم أن تعاملوه بأسلوب حسن، أسلوب طيب. ليش؟ حتى لا ينفر من الدين. شايف بعض الناس مثلا إذا ما يصلي، بعض الناس إذا ما يصوم، بعض الناس إذا يترك عبادة من العبادات أو لا يخالف مثلا في الشارع، هذا بدل ما نصحى وإذا بنا ننفر من الدين أبدا، نطلع بعد بالزايد. خاف إلى أن يدخل إلى الدين، خاف إلى أن يأتي إلى العبادات، وإذا بالناس بنا نطلع من الدين أبدا. يقول: عمي هذا الدين بعد أنا ما أريده، إذا هيك الدين أنا بعد ما أريده. فشوف الأسلوب دائما أنه كنا نتعامل مع الناس بأسلوب لطيف، بأسلوب رائع كما تعامل معه الإمام الحسين. لذلك مثلا شوف واحدة من الأساليب، ففي يوم من الأيام كان الإمام الحسن والحسين نظروا إلى رجل كان وضوءه خطأ،
لأغلب الناس مع الأسف يعني أنه لا ينتبه إلى الوضوء، والحال أنه الوضوء إذا كان فيه يعني إذا كان وضوءها خطأ إذا بطلت الصلاة، تبطل الصلاة. فشافوا رجل كبير السن رادوا يعلمون الإمام الحسن والحسين. الإمام الحسن جاء إلى الرجل قال: يا هذا انظر إلى وضوئي أم وضوء أخي أحسن؟ يا الأحسن، إحنا أخوي يقول أنت وضوءك أحسن وأنا قل له لا أنا وضوء، فأكو منافسة بيناتنا. فالإمام أو الرجل نظر إليهم قال لهم: يلا توضوا. اجى الإمام الحسن توضأ وضوء الإمام الحسن بعد وضوء اللي نزل عندهم الوحي، نزل عندهم القرآن، وضوء ابن رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ. ثم توضأ الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. يقول هذا باوع الرجل، ماكو أي فرق بين وضوء الإمام الحسن ووضوء الإمام الحسين أبدا، ماكو أي فرق ولا فيه أي نقص أبدا. قال: والله إن وضوءكما يعني هو الصحيح ووضوئي أنا الباطل، أنا وضوئي خطأ. فشوف الأسلوب شلون علموا هذا الرجل، يريدون أن يقولون له: أيها الرجل هكذا توضأ. إحنا إذا واحد ما يعرف يتوضأ هاي انقلبت الدنيا عليه بعد، ما نعلمه بأسلوب صحيح. ومع الأسف إنه البعض مثلا إذا رجل كبير وتريد تعلمه على الوضوء، إيش راح يقول لك؟ يقول لك: شنو تتعلمني؟ أنا هاي شيباتي وأنا وبالتالي عمري أنت تعلمني؟ أنت اللي توك جاي. هذا أولا مو تو جاي للدنيا لا، وإنما لربما هذا الإنسان عنده فطنة وانتبه على الوضوء الصحيح. هسه مثلا لربما ذلك الشخص غير منتبه، ما منتبه، فهو يظن أن هذا وضوءه صحيح. ولذلك شوف الوضوء يتوقف عليه صحة الصلاة، بعد تتوقف عليه صحة الحج حينما الإنسان يريد أن يذهب إلى الحج، تتوقف عليه كثير من العبادات. الوضوء، قراءة القرآن، حينما الإنسان إذا كان وضوءه خطأ شلون يلزم كلام الله؟ ما يقدر يلزم كلام الله. فشاهد الحديث الأسلوب له دور في تعليم الناس، بعد وله دور حينما تدعوهم إلى إلى الإسلام، حينما تدعوهم إلى الدين ندعوهم بأسلوب لطيف. بحيث شوف القرآن الكريم، القرآن فيه ترغيب يرغب وفيه ترهيب. تارة القرآن الكريم يدعو المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات، نعم، والقانتين والقانتات والمسلمين والمسلمات إلى آخره، يدعوهم علما، يدعوهم يقول هذا الإنسان إذا عمل صالحا هذا الإنسان الجنة، والجنة فيها أنهار وفيها نعم ما تشتهي الأنفس ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون إلى آخر الآيات في القرآن الكريم. وفيه ترهيب يخوف الإنسان أنه هناك نار، هناك تعذيب، هناك سلسلة، وأنه نتعامل مع الناس كما تعامل القرآن الكريم وكذلك تعامل أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. طيب، فالإمام الحسين يقول أنه حينما يحضر أي إنسان عندكم لا تتكلموا معه إلا أن يبدأ بالسلام. هكذا يريد أن يقول الحسين، يعني أنه حينما يدخل رجل ويتكلم يقول لا تتكلموا معه إلا أن يبدأ بالسلام. فلذلك يقول السلام قبل الكلام عافاك الله أيها الرجل. طيب، فتحية الإسلام كما قلنا ابتدأت أولا من أبونا آدم بالسلام. يقول إذا أردت أن تسلم فسلم جهرا، يعني بصوت عالي. ليش يا ابن رسول الله؟ يقول حتى لا يقولوا لم يسلم علينا. شايف بعض الناس إذا تتعدى عليه تسلم عليه بس ما يسمعك، شو يسوي؟ قال والله هذا ما سلم، هذا متكبر، يتعدى حتى ما قال سلام عليكم. فيقول الإمام الصادق ارفع صوتك، إذا أردت أن تسلم على الناس فسلم عليهم جهرا، بعد وكذلك للرائد. بعض الأحيان يسلم وإذا يقول لك عليكم السلام صوت ناصي فأنت ما تدري به. قال وإذا رددتم السلام فردوا جهرا،
مثل ما سلم عليك جارا أنت أمرد عليه جارا. فهذا السلام حتى لا يقال أن فلان لم يسلم، وحتى لا يقال فلان لم يرد السلام. هذا هو كلام الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. ولذلك أنه أهمية السلام وشروط السلام. أكو شروط عندنا للسلام. من الذي يسلم على من؟ يعني مثلا يقول الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه الماشي يسلم على الواقف. أنا جاي أمشي مثلا وأكو ناس واقفين، مثلا شخص من زيد من الناس واقف، أنا أسلم عليه. بعد الكثير يسلم أو القليل يسلم على الكثير، اثنين أشخاص اثنين وفد ثلاثة أربعة، مو من المعقول أنه فلان أو هؤلاء الكثير يسلمون على القليل. شوف آداب الإسلام كيف يعلموننا. هذا قول الإمام صادق، يقول القليل يسلم على الكثير. بعد وكذلك الراكب يسلم على الماشي. أنا راكب سيارة مثلا، راكب دراجة مثلا، بهاي الوسائل التواصل أنا أسلم على الماشي. نعم هو جاي يمشي، بس مو أنا خب أرفع إيدي قبل لا أسلم. هذه أسلوب، هذه الأساليب يعلموننا أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. لذلك شوف النبي كان هو الذي دائما ما يبدأ بالسلام. يريد يعلم الناس على هذه التحية، يبدأهم بالسلام، بحيث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يرون الرسول أتى من بعيد وين يرحون؟ يقفون على جانب حتى لا يراهم النبي، حتى رأسا يطلعون مفاجئ يسلمون عليه، لأنهم يتمنون أن يسلموا أو يبادروا بالسلام، وإذا بالنبي بس يطلعون يسلم عليهم النبي، يبادر، هو الذي يبادر إليهم بالسلام. بعد أكو شغلة مسويها النبي صلى الله عليه وآله، مسويها النبي أنه يسلم على الصبيان. يقول أنه يقول هذه سنة، هذه سنتي عليكم بالسلام على الصبيان، وهذه سنتي فليستنوا بسنتي الناس. إذا أردت أن تستن بسنة النبي صلى الله عليه وآله، مو شوف لك طفل وتستهين به، لا، سلم عليه، علم على تحية الإسلام، سلم عليه. إذا مثلا رد عليك مرحبا مثلا، أو رد عليك الهلا، علمه، قل له لا، تحية الإسلام السلام عليكم، والرد عليكم السلام. وإذا تريد لا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. هذه بعد الزيد هذه. فشاهد الحديث أن النبي يعلمنا طريقة. بعد وكذلك السلام من التواضع. هذا الإنسان حينما يريد أن يسلم على الناس يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا الإنسان المتواضع، هذا الإنسان صاحب الأخلاق، هذا ما يشوف لواحد، ما يشوف لمجموعة إلا ويسلم. ولذلك أن السلام من التواضع كما يقول الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه. شوف أهل البيت يعلموننا هذه الطريقة. بعد أكو سلام آخر وهو سلام على الأموات. سلم على الأموات، نقول السلام عليكم يا أهل القبور، السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله. نعم يرجعون علينا السلام. بعد السلم على أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، وهكذا كل الأئمة سلام الله تعالى عليهم تسلم عليهم. وهذا كذلك هم يردون علينا السلام. مو يقول أشهد أنكم تسمعون كلامنا وتردون سلامنا. هذه في عقيدتنا. نحن نعتقد أن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم يردون علينا السلام. وحينما تذهب إلى قبر الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه وتسلم عليه، نعم يرد عليك السلام. أشهد أنكم تسمعون كلامنا وتردون سلامنا. هذا ما ورد في الزيارة، في زيارة الإمام الحسين، وكذلك بقية المعصومين.
لذلك نذكر مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل كذلك دائما ما تذكره وسلم عليه. تدري ليش؟ أولا مسلم بن عقيل هو أول شهداء الطف. مسلم بن عقيل حينما أرسله الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه إلى أهل الكوفة وبايعوه ووضعوا أيديهم بيد مسلم بن عقيل، وهذه البيعة هي لمن؟ هي البيعة للحسين سلام الله تعالى عليه. ولكن مسلم بين ليلة وضحاها وإذا بالقوم خذلوا مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل كان محيط بقصر الكوفة، كان معه 4000 فارس أو 4000 جندي تحت قيادة مسلم بن عقيل، وبإمكانه أن يدخل ويهدم القصر على ابن زياد، ويهدم القصر. ولكن ما الذي صنع؟ ما الذي صنعوا؟ وإذا بالقوم اختلفوا على مسلم بن عقيل. تدري شلون اختلفوا؟ قالوا أولا ابن زياد غرهم بالأموال، قال لهم أريد الخزنة مالت الأموال. جابوا الصناديق اللي فيهن ذهب، الصناديق اللي فيهن فضة. ايش سوى ابن زياد؟ أعطى لرؤساء القبائل بعد، وأعطى رؤساء الجند، أعطاهم الأموال. قال لهم يلا هاي اخذوا ابكوا براحتكم، مو هو يعطيهم، لا، قال لهم كل واحد يجي ياخذ شليله ويطلع. بعد هذا شاف الأموال، شافوا الذهب، وإذا بهم يذهبون إلى قبائلهم. ما لنا والدخول بين السلاطين. لذلك عافوا مسلم بين ليلة وضحاها. تجي المرأة تسحب ابنها، تعال تعال هسه احنا علما داخلين بين السلاطين. هو الحسين ويا ابن عمه. شوف الفكرة كيف تغيرت. الحسين ويا ابن عمه هم يتعاركون على الخلافة، احنا شنو غرض بهم؟ ما لنا والدخول بين السلاطين. وإذا بمسلم بن عقيل هاي 4000 اللي صلوا وراه، يعني صلاة المغرب والعشاء، يلتفت مسلم بن عقيل ما يلقى واحد. عجيب. 18,000 حسب الروايات تقول 18,000 بايعوا مسلم بن عقيل، وإذا بهم يتخلون عن مسلم ويتركونه وحيدا فريدا. المسلم خرج من المسجد، من مسجد الكوفة، يسير في أزقة الكوفة وشوارعها إلى أن وصل إلى هذه الدار، دار عالية البنيان. يقولون حينما إلى أن طر الفجر، لاح الفجر، وإذا به يسمع الجيش قد أقبلوا إلى مسلم بن عقيل بعد قتال دام فترة طويلة، قاتلهم قتال الأبطال مسلم بن عقيل، إلى أن أخذ بعد الجراحات سلام الله تعالى عليه، أخذ مسلم بن عقيل إلى قصر ابن زياد، ولم يسلم على ابن زياد. قال له لماذا لم تسلم على أميرك؟ شوف ابن زياد يريد يفصل الفكرة أنه أنا الأمير. يقول له لماذا لم تسلم على أميرك؟ فمسلم بن عقيل قال والله أنت لست بأميري، وإنما أميري الحسين سلام الله تعالى عليه. شرد عليه ابن زياد قال والله سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول، خذوه وارموه واقطعوا رأسه وارموا جسده من أعلى. والدماء اللي تسيل شلون يصلي إلى الله سبحانه وتعالى؟ عادة الدماء يعني تبطل الصلاة. أولا حكم شرعي يقول أن الإنسان إذا عنده جرح وهذا الجرح ينزف، يعني مثلا نضرب مثال هسه بالعمليات، مثلا واحد عنده عملية، هاي العملية إذا تنزف فيجوز يصلي بها. ليش؟ لأنه ما ينقطع الدم بعد. ومسلم بن عقيل ما ممكن أن ينقطع عنه الدم، فيريد أن يصلي، ماكو إشكال. يعني الإنسان مثلا إذا إجا وقت الصلاة صلي، أو مستحب، سواء كان مستحب أو واجب، ولكن بشرط أن لا ينقطع الدم. مثلا إذا ينقطع الدم أنا أقدر أقطع الدم، شو أسوي؟ أقطعه وأنظف الدم والنوب أجي أصلي، بس أثناء الصلاة وطلع من عندي دم ماكو مشكلة. ليش؟ لأنه أكو عملية مثلا أو أكو جروح. فهذه المسألة دائما ما يسألوننا بها. كان الحسين سلام الله تعالى عليه
نعم في واقعة الطف صلى أمير المؤمنين حينما كان في معركة الجمل، كانت السهام في جسده الشريف ويقف ويصلي. ليش؟ لأنه ما ممكن أن ينقطع الدم، فإذا يدخل وقت الصلاة والإنسان مجروح بعد وما ممكن الانقطاع، بشرط ما ممكن الانقطاع هذا يجب عليه الصلاة، ماكو إشكال يصلي بالدم. فشاهد الحديث مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه حينما قال لهم اتركوني حتى أصلي ركعتين. شوف هنا شاهد الحديث، يقولون بعد أن أتم الصلاة وإذا به توجه نحو المدينة. ماذا قال؟ قال السلام عليك يا أبا عبد الله، ارجع من مكانك فإني مقتول. تدري الراوي يقول أن الحسين سلام الله تعالى عليه كان في منطقة زرود. قال وعليك السلام يا مسلم بن عقيل ونحن على أثرك. اسمع شلون وصل السلام، كيف وصل السلام إلى الإمام الحسين. فقال وعليك السلام آجركم الله، ثم اللعين رفع سيفه وقطع رأس مسلم بن عقيل ثم رماه من أعلى القصر. آجركم الله. أين المنادي؟ أيوا مسلماه، أيوا غريباه، أويلي والله اللي مقدر قضى وشاعت أخبار ورموه القوم من قصر الأمارة. والله نجت يا لهاني بعد وبقت دار مظل مولى واحد بعد يصليها. آجركم الله. وإذا بالقوم وضعوا الحبال في قدمي مسلم بن عقيل ويمشون فيه في أزقة الكوفة وشوارعها. والله مصيبتكم مصيبة صدع الجبال. ومن بعد المشي بتشيب الأطفال هم شفتوا جثة يجروها بالأحبال. يا صاحب لا تظن صار مثلها عادل يستجير يكون ينجار وعن كتل حليف الشرف ينجار صدق مسلم بالحبل ينجار